كفل بتنفيذها، يلعبها هذه المره في القائمه الثانيه لا في القائمه الاول من زكريا حضرف، لكن تمر في خط وسط بتمثيليه كبيره، مشت كره ضربه زاويه في القائمه الاول، يلعب كورته في منطقه الجزاء والتغطيه، ما زال الخطوره الرجاويه في القائمه الثانيه والتغطيه من دفاع. ضربة زاوية أخرى لنادي الرجاء الذي يحاول الوصول لمرمى الشمال عنوش اعتمادا على مصادر نحو تحقيق الانتصار الذي يزن ذهبا في حضرف. جاله الدعم من الجالس رمي من تاي الوسط، تصير على الكرة يحسمها رجع أولو، كرة تمرر من زكريا حضرف كان يبحث كرة في التماس نحو حمزة خابا، تغطية في خط تتحول من جبريل سيلا من الطرف الايمن، لكن قيمة خط الوسط مهم مغربية الجماهير الذواقة التي نبحث عن رؤية اسبوعي قدم حضور الجماهير. كرة من جديد من لعب البشير في مدينة المحمدية لمساندة ناديهم جماهير القادر، ولمن سيكون هذا الهدف الذي سيفسح المجال. كان مساهما كبيرا في تأهل تونس للمونديال وأكمل المهمة المدرب جلال التجربة الرياضية رفقة عدد من النوادي التونسية ورفقة المنتخب التونسي، والذي يعبر الرجاء بخصوص المنتدبين الجدد. المنذر يجر وراءه تجربة أكاديمية، وعماد الرياحي من جديد صراع في خط الصاد كان بالإمكان أفضل. نعم، هدف أول في المباراة للشباب رياض السلمي. كرة جبريل سيلات، تمرير الكرة مصطفى الصاد ممتاز جدا، كان خطأ من الحارس غاية مرباح. هذا الإعادة مصطفى محمد النايري في تنفيذ الجزاء، نايري سدد والهدف التعادل يعيد التوازن للمباراة يا سادة. هنا في المحمدية رجاء متعادل هدف لهدف من قدم محمد النايري. المحمدية النتيجة